مصر اللي جابت صلاح وجابت مرموش وجابت النني قبل كده وجابت زيدان وجابت ميدو وجابت هاني رمزي واحمد حسن محترفين على اعلى مستوى. ابو تريكه طول عمره عايش ان هو بيكسب، بيحاول ان هو يكسب العواطف. طول عمره من هو بيلعب، هو هدفه الاول والاخير ان هو بيلعب على عواطف الجماهير. هو ده ابو تريكه، ولكنه رجل على قوائم الارهاب في مصر. مهم. هو رجل مول الارهاب في امبارح كنت عاوز اتكلم على نادي الزمالك، على الماتش اللي حصل، على بطولة الكاس، بس ما كانش في وقت. النهارده ان شاء الله نتكلم على الاختيارات برضو المنتخب، برضو ما كانش في وقت برضو نتكلم فيها عشان بس الحالة ما كانتش تبقى كبيرة. اختيارات عجيبة وغريبة ومختلفة بكافة الأشكال. أسوأ اختيارات للمنتخب للكابتن حسام حسن من وقت ما اتعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب احفظ مصر من كل سوء يا رب، وانصر اخواتنا في غزة. فضلا وليس امرا، اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. أسوأ اختيارات من كابتن حسام حسن من وقت ما تولى قيادة المنتخب. احنا عندنا في الكرة المصرية مين دلوقتي احسن لاعب في مين الدوري أفضل المصري لاعب؟ بعدك؟ يعني احنا افترضنا ان انت احسن لاعب في الدوري المصري، خلاص ان شاء الله. مين بقى احسن لاعب بعدين؟ امام عاشور. حلو. اوكي، تعجبني إمام أنا. عاشور هداف الدوري، هداف دوري أبطال أفريقيا، لاعب لما بينزل بيغير شكل الماتش نهائي، شكل المباراة. لاعب بيعرف يكسر خطوط الدفاع بتاع الخصم، يعرف يموت لك خطين اتنين من الخصم، نص الملعب والدفاع. لاعب بيعرف يحرك الهجوم ازاي، لاعب بيعرف ينقل الكرة من الدفاع للهجوم ازاي، لاعب بيعرف يلم الفرقة بتاعته، يعمل اسيست ماشي، يجيب اجوان برضو ماشي. لاعب في الفورمة، لاعب كواليتي عالي، كواليتي اوروبي. لاعب واحد زي ده في الفورمة، في التوب فورمة بتاعته، ما تاخدهوش، يبقى انت كده يا كابتن حسام بتحب وتكره. انت كده يا كابتن حسام بتعاند. انت كده يا كابتن حسام لو خسرت هتشيل قوي قوي، هيتم انتقادك جامد قوي. وانت طول ما انت ماسك المنتخب عمال تقول الناس بتنتقدني، الناس مش سايباني في حالي، الناس مستنياني غلطة، عاوزاني افشل، عاوزاني اخسر، عاوزين يمشوني من مكاني. من اختياراتك الغلط. يعني واحد زي امام عاشور اما تاخدهوش وهو في التوب فورمه بتاعته، هتاخد مين؟ دونجا؟ هتاخد دونجا؟ بيعمل ايه في الملعب؟ بيجيب جون كل قد ايه؟ قول لي انت. دونجا اللي على الارض. طيب احمد كوكا واخده ليه؟ انت عندك نص الملعب اساسا مليان، انت مالي نص الملعب. واخد احمد كوكا ليه؟ واخد احمد نبيل كوكا معاك ليه؟ هتلعبه باك ليفت؟ كريم الدبيس فين؟ كريم حافظ فين؟ هتاخد كوكا على الاتنين دول؟ ده جماهير الاهلي والاهلي كلهم بيشتكوا بسبب كولر من ان هو بيحطه احيانا باك ليفت. توم انت تاخدها يا عين وتاخد ده باك ليفت؟ هتخسر بالوضع وتفكيرك ده، هتخسر بالحب والكره اللي انت ماشي بيه ده، هتخسر، مش هتحقق نتائج.
احنا خسرنا من اثيوبيا واحنا على ارضها، الخوف لا نخسر منها وهي على ارضنا بسبب اختياراتك الغلط، تفكير الغلط، عدم التنظيم. الكرة المصرية دلوقتي بقت تدار في مصر بالحب والكره. دلوقتي كل واحد بيدور على مصالحه في الكرة المصرية، مش مصالح الكرة المصرية ولا مصالح المنتخب. الراجل ده انا بحبه، هاته، حتى لو وحش عم هاته جامله. الراجل ده وحش هاته، الراجل ده حلو، لا 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 سيبه يا عم، انا ما بحبوش، ما بينزليش من زور. زي واحد زي عمر جابر في الزمالك، الراجل مكسر الدنيا في الزمالك بعد احتراما لمحمد هاني واحمد عيد اللي انت واخده. عمر جابر في التوب فورم بتاعته، ما تاخدهوش ليه؟ السن. واحد بيلعب في الزمالك اللي 90 دقيقة، شفته بيجلي، شفته بيأثر بالسلب على الفريق؟ بالعكس، اوفرات احسن من محمد هاني. انا كهلاوي اهو بقول لك اوفرات احسن من محمد هاني، عرضيات احسن من محمد هاني، فرص، بيخلق فرص لعب، بينقل كرة من الدفاع لخط الوسط للهجوم، تحركات كلها هجومية ودفاعية، ما تحسش ان هو كبير. طيب محمد صبحي، انه اخر 4 ماتشات ولا اخر 3 ماتشات بيلعبوا، هو السبب الرئيسي ان هو يبقى الزمالك في النص النهائي، شايل 5 6 جوان في سموحة في مودرن سبورت. محمد صبحي جاي واخد عواد اللي نايم بقاله شهر في البيت. ادي اختيارات تانية برضو اهي. محمد صبحي، انا طول عمري بحبك يا كابتن حسام، وبشجع وكنت دايما بنادي باسمك انك تبقى بتدرب منتخب مصر، مدرب منتخب مصر، وانا انبسطت وكنت بدعمك في كل حاجه انت بتعملها، عمري ما وقفت ضدك. بس في اختياراتك الغلط دي اللي انت بدأت تقلب، لا مش حته مش هدعمك، هدعمك وهقف في ظهرك عشان خاطر المنتخب مش عشان خاطرك، ولكن اختياراتك انا مش بدعمك فيها، لكن انا في ظهرك، في ظهر المنتخب، علشان المنتخب، علشان مصر، مش عشانك يا كابتن حسام ولا اختياراتك اللي غلط. اختيارات عجيبة، مش عارف والله افكر اجيبها منين، ده فين. ماتش الزمالك الاخير، جون بنتايج وحلاوة الجون ده، ايه مدفع رمضان اللي انضرب من رجل بنتايج امبارح، جون ولا في الجمال، جون الموسم، جون بنتايج، جون الموسم. لا تقول لي بقى المهدي سليمان، ولا تقول لي مش عارف مين، ولا حارس المرمى اللي خايف يمد ايده يطلع الكوره، ولا الكلام ده كلاته. وصلاح مصدق، الزمالك فيها شويه لعيبه لو الاهلي يجيبهم الاهلي بقى في حته تانيه. صلاح مصدق، بنتايج اللي بصراحه اللي اول مره الزمالك تطلع بتفهم، والعين اللي فيها عين شوافه صح، وعرفت تجيب لاعب صح. عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد صبحي، مش ملاحظين في شخصيه مهمه كده في اللعيبه بتاع الزمالك ما جبتش سيرتها، لا بالخير ولا بالوحش، لانه لا بيقدم ولا بيأخر طول من اول السنه. زيزو، ما شفتكش في الماتش يا زيزو،
مش شايف ال 100 مليون بيجروا على الارض يا زيزو؟ ال 100 مليون راحوا فين يا زيزو؟ اللي انت عاوزهم. بتقدم ايه للزمالك يا زيزو عشان تطلب 100 مليون يا زيزو؟ نداء لوزير الشباب والرياضة، لو زيزو جدد في نادي الزمالك ب 100 مليون انا اتمنى انك تطلع تتكلم عن اهدار المال العام. اهدار المال العام اللي انت اتهمت الاهلي فيه، اتهم الزمالك فيه انها تدي واحد زي زيزو 100 مليون جنيه، لا بيقدم ولا بيأخر ولا له منه منفعة. زيزو سيف الدين الجزيري يفوق ماتش وينام 10 عليه. رحت المنتخب ازاي؟ اختاروك في المنتخب بتاع تونس ازاي يا سيف الجزيري؟ مش عارف، اقنعني. اتنازلت عن اشرف بن كام شرقي علشان تيجي النادي الاهلي؟ لازم تقول رقم. بيتنازل عن 500,000 اكتر من دولار. 700 اكتر من 500 الف دولار يعني ممكن يبقوا 700 من ولا راتبه. اكتر من 700 من اجل الذهاب للنادي الاهلي، من اجل اللعب بقميص النادي الاهلي، من اجل حبه واحترامه في النادي الاهلي. يتسيل النهارده في حلقة رامز جلال من افضل لاعب في الدوري المصري بعد منك، مين كلهم إمام احسن عاشور. لاعب في الدوري المصري اللي بعدك؟ الكابتن حسام حسن يعني احنا معترض افترضنا ان عليه، انت احسن لاعب في الدوري مش المصري عاوز، خلاص ان شاء ما الله. مين بقى بيحبوهوش. احسن لاعب بعدك؟ امام عاشور. اوكي تعجبني. ليه ما بيحبوهوش؟ قال لك لان امام عاشور طلع يتكلم وقال لك انا نيجيري مش مصري. هو انا نيجيري مش مصري عشان ما تاخدنيش يا كابتن حسام؟ وبرضه مستاء منه، بيقول ان هو مستاء منه برضه ان هو ما بيديش الجديه في التمرينات وتلكك باصابه وهو في المنتخب. كابتن حسام قال له طب روح ارجع اطلع بره المنتخب، ورجع تاني يوم اتمرن في الاهلي. هو بقى ايه متضايق من كده، فقال لك خلاص المنتخب المصري رقم واحد، انا مش ضامن امام عاشور. بيحب ويكره برضه، والمنتخب المصري رقم واحد فوق كل اي حد، ولكن في امور تانية تأديبية اقدر اأدب اللاعب بيها، مش احرمه من المشاركة وانا احرم المنتخب انه يستفيد من خبراته واستفيد من ادائه والتوب فورم اللي هو فيه. في قرارات تانية تأديبية. والاهلي اعلن انه هيلعب كأس العاصمة يوم 22/3، واللي هيدير اللقاء ده واللي هيدرب اللعيبة، مع ان اللعيبة هترجع يوم الاثنين تبدأ تتدرب، واللي هيدرب اللعيبة واللي هيدير اللقاء ده الكابتن سامي قمصان، لان الكولر طبعا احنا عارفين ان هو في اجازة في سويسرا. الاهلي بيطلب من رابطة الأندية بتنفذ ال3 نقاط وتديهم لنادي الزمالك، وال3 نقاط الخصم ما تخصمهمش الا لما اللجنة الأولمبية المصرية تبت في الشهر، لأن النادي الأهلي مقدم 12 مستند للجنة إنها بتبت فيه بكل حاجة، تحكيم بأخطائه، مستند ان هم طالبين حكام اجانب، شرعيه وهكذا. احنا قلنا الكلام ده يعني قبل كده. يعني رامي ربيعه بيطلب من النادي الاهلي 20 مليون في السنه. ليه يا رامي؟ لكن انا جاي لي عرض خليجي ضعف المبلغ ده ومبلغ خيالي، فهتجددوا معايا على 20 مليون هقعد، مش هتجددوا ما اروح على الخليج. نفس قصة ايه اكرم توفيق. اما نشوف كل ساعة في جديد. حمزة علاء حارس المرمى بتاع النادي الاهلي، كابتن محمد شوقي عاوز يجدد له ويطلعه اعارة. حمزة علاء لا، رافض.
في ظل ان هو جايله عرض من الدوري الفرنسي وعاوز يطلع من النادي الاهلي مجانا ويروح الدوري الفرنسي. الدوري ده مشبوه. قلت لي ليه بقى الدوري ده مشبوه؟ لما ترفض التحكيم المصري في ماتش الاهلي وتطالب وبتطلب التحكيم الاجنبي في ماتش بيراميدز يبقى الدوري ده مشبوه. لما تقر وتعترف بنزاهة التحكيم المصري قدام الدنيا كلها مش هتقدر ترفع عينك فيهم تاني ولا تقدر تطلب حقك منهم تاني ولا تقدر تعترض عليهم تاني. عرفت بقى ليه الدوري السنة دي مشبوه؟ المركب اللي لها رئيسين بتغرق، امال اللي لها 3 رؤساء مصيرها بيبقى ايه؟ وهو الهلاك وهو الدمار وهو الخراب. الزمالك بيتدار من مين؟ من الكابتن حسين لبيب ولا من ميدو ولا من الاستاذ ممدوح عباس؟ مش معقول لما يكون عندنا أزمة مالية نبيع تاريخنا مبادئنا أخلاقنا بشوية دولارات علشان بيراميدز تاخد الدوري. أنا مالي ومال بيراميدز تاخد الدوري ولا ما تاخدهوش. أنا شايف فرحة في جمهور الزمالك إن بيراميدز تاخد الدوري أكتر من الفرحة اللي بشوفها في جمهور نادي الزمالك وهو والزمالك بياخد الدوري. انا مش عارف الفرحه ديت سببها حبا في نادي بيراميدز ولا كرها في نادي الاهلي. عرفت ليه الدوري ده مشبوه؟ احنا دلوقتي حطينا نقطه سودة في تاريخ نادي الزمالك. نقطه سودة في تاريخ نادي الزمالك. بعد الكلمتين دول انا صدقت ان نادي بيراميدز عرض فعلا فلوس على ميدو واداره الزمالك، تمام؟ فلوس مقابل قبل ماتش القمه، مقابل لو الزمالك اتعادل مع الاهلي او كسب الاهلي هديكوا فلوس. شفت الكلام بيجيب بعضه ازاي؟ ميدو لسه عقليته عقلية طفل. مصر اللي جابت صلاح وجابت مرموش وجابت النني قبل كده وجابت زيدان وجابت ميدو وجابت هاني رمزي واحمد حسن محترفين على اعلى مستوى. ابو تريكه طول عمره عايش ان هو بيكسب، بيحاول ان هو يكسب العواطف. طول عمره من هو بيلعب هو هدفه الاول والاخير ان هو بيلعب على عواطف الجماهير. هو ده ابو تريكه، ولكنه رجل على قوائم الارهاب في مصر. هو رجل مول الارهاب ينجح مع فريق. ازاي عقليته تقدر تدير منظومة محترمة زي منظومة نادي الزمالك وجمهور محترم زي جمهور نادي الزمالك؟ واحد زي ميدو ده هيرجع كيان الزمالك مليون سنة ورا بتفكيره المتأخر الجاهل. المقولتين اللي قلتهم بتاع الدوري مشبوه ده كان على لسان أسطورة من أساطير نادي الزمالك الكابتن فاروق جعفر، ربنا يمسيه بالخير. ولو وصلت معايا لحد هنا اذكر الله وصلى على النبي فضلا وليس أمرا. اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.